السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معانا في فيديو جديد على قناتنا، قناة جربوا وصفتي. طبعا في الشتاء كلنا عارفين ان المعجنات دي بتبقى من اجمل واحسن الوصفات اللي بنحب نعملها، بتدفي المكان وكمان بتكون معانا سهلة وحلوة كده على الفطار على العشاء، بنوفر على نفسنا كتير. هنعمل النهاردة مع بعض وصفة القرص الطرية الفلاحي، هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة. عملت معاكم قبل كده على القناة اكتر من وصفة للمعجنات، عملنا مع بعض القرص الطرية الفلاحي الناشفة واللي بالشمر والسادة، وعملنا مع بعض كمان قرص الافران، وعملنا مع بعض اكتر من وصفة من وصفات المعجنات، وان شاء الله كلها طلعت وصفات ناجحة، وان شاء الله كلها تعجبك. هسيب لك لينك الفيديوهات في صندوق الوصف لو حابة تدخلي وتحبي ان انت تعملي اي وصفة من الوصفات. النهاردة هنعمل مع بعض القرص بالشمر، القرص الفلاحي الطرية بالشمر وباللبن الرايب. هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة. الوصفة النهاردة تقدري تستخدمي فيها اللبن الرايب، تقدري تستخدمي فيها اللبن القاطع، تقدري تستخدمي فيها الزبادي. يعني الوصفة دي تقدري تستعملي فيها اكتر من استعمال للبن. تقدري كمان لو ما عندكيش لبن رايب او لبن قاطع، تقدري ان انت تاخدي لبن حليب وتحطي عليه معلقتين من الخل وتسيبيه شوية كده على جنب وتبدأي تشتغلي بيه. وهنضيف كمان معانا في الوصفة لبن حليب، لكن اساسي معانا هو اللبن الرايب والزبادي عشان يخلي معانا العجينة طرية وهشة وخفيفة. بتمنى الفيديو النهاردة يعجبكم، بتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. وهنبدأ مع بعض كده الوصفة خطوة بخطوة. يلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض الفيديو. مبدئيا كده معايا كمية من اللبن الرايب زي ما انتم شايفين او لبن قاطع، هناخدها معانا وهضيف عليها زي ما انتم شايفين كده. هحط على كيلو دقيق كوباية من السكر. هاخد اللبن الرايب مع السكر وهضربه معايا في الخلاط وانعمه كويس، عشان عايزة الخليط اللي معايا ده يطلع معايا خليط ناعم جدا، ما يكونش فيه اي قوام لقطع اللبن، او لو حتى لبن قاطع برضو علشان ما يظهرش معاكي ويطلع قوامه ناعم بالشكل اللي انت شايفاه ده. كيلو الدقيق هيحتاج معايا معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. طبعا في الشتاء هنبدأ ان احنا نعمل تيست للخميرة، هنحط معاها معلقة من السكر وكمان شوية من المية الدافية، وهنختبرها كده على جنب الاول لحد لما تخمر معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه، علشان نبدأ نعجن بيها عشان تنشط معانا بسرعة. طبعا في جو البرد ده العجين او القرص بتاخد معاكي وقت شوية في التخمير، لكن الخطوة دي هتسهل معاكي الموضوع بسرعة وهتخلي معاكي التخمير يكون اسرع، خصوصا في فصل الشتاء، وكمان عشان تكوني مختبرة الخميرة وتقدري ان انت تعرفي اذا كانت الخميرة دي كويسة ونشطة ولا لا. هبدأ ان انا انزل معايا بكمية الخميرة كده معايا في اللبن اللي خلطناه مع بعض مع السكر، وبعد كده هبدأ ان انا اضيف معايا المادة الدهنية. مبدئيا في القرص دي انا هحتاج فيها على كيلو دقيق كوباية من السمنة، او سمنة على زيت او زبدة على زيت او زبدة على سمنة، على حسب ما انتي حابة تعملي، لكن مش زيت بس، لان الزيت طبعا هيخلي معانا طعم القرص دي مختلفة شوية. هنعمل القرص دي النهاردة بزيت على زبدة، زبدة فلاحي عادية. هبدأ ان انا اسيحها معايا وانزل بيها على الخليط اللي انتوا شايفينه. كيلو الدقيق هحط عليه كوباية سكر او كوباية الا معلقتين من السكر على حسب ما انتي حابة سكر القرص، وكمان هضيف معايا كوباية من السمنة او الزبدة على الزيت او السمنة على زيت. هبدأ ان انا ادوب كده الخليط اللي معايا ده كويس، وبعد كده هبدأ اجهز معايا الدقيق اللي هنحطه معانا على الخليط. زي ما انتم شايفين هحط معايا كمان شوية كده من الملح، وهحط معايا كمان معلقتين من الخل، واحط معايا شوية كده من الفانيليا السايلة او فانيليا باودر، اي ريحة فانيليا تديكي روايح حلوة في تسوية القرص. لو مش حابة تحطي ريحة الفانيليا وحابة ان انت تكتفي بس بطعم السمنة او ريحة السمنة، يبقى ده يرجع لك انت. بعد ما بدوب معايا كده الخليط كويس، ببدأ انخل الدقيق ضايفة على كل كيلو من الدقيق معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وبعد كده هبدأ ان انا اضيف معايا معلقتين 3 كده من السمسم. يعني على الكيلو هتحطي معلقة من السمسم، وهتحطي كمان خليط من الشمر على اليانسون مطحون، يعني نص طحنة كده في المطحنة، وهبدأ ان انا اقلبه معايا على الخليط بتاع الدقيق زي ما انتم شايفين كده. دي كده كل المكونات الجافة معايا، وكمان ضفت عليها البيكنج باودر، وهبدأ ان انا ادوب كده معايا الخليط كويس بتاع القرص الاول لحد لما اوصل كده يعني اتوه كل الدقيق كله في السوائل، وبعد كده هنبدأ ان احنا نعجن بايدينا عادي.
طريقة القرص دي بتكون سهلة وعجينتها كمان سهلة، ما بتاخدش معاكي وقت. طبعا ما نقدرش ان احنا نحكم على مقدار السوائل، طبعا احنا هنزود معانا لبن حليب، وكمان تقدري تزودي مية لو انت هتكتفي بس باللبن الرايب اللي انت ضفتيه. في المرحلة دي هبدأ اضيف شوية كده من الحليب او الحليب على المية المتاح عندك، وهبدأ ان انا اعجن كده القرص كويس معايا. طبعا قوام القرص اللي بيكون فيها سمسم وشمر يا جماعة بتكون العجينة بتاعتها خشنة شوية، يعني مش بتكون ملسة قوي وناعمة. بعد ما بعجنها بالشكل ده ببدأ ان انا اضيف عليها كده معلقة حلوة من الزبدة، وابدأ اكمل عجن فيها علشان انعم معايا العجينة وتكون معايا تاخد ملمس ناعم كده شوية. لكن برضو زي ما قلت لكم العجينة اللي بيكون فيها شمر وينسون او كمون بتبقى معايا فيها قطع كده بتاعه الشمر، فبتبقى خشنه شويه. فطبعا بتحتاج معاكي لما بتيجي تشكليها ان انت تنعميها كويس علشان تكون شكلها حلو وملسه كده معاكي. بعد ما عجنت معايا العجينه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هبدا ان انا اسيبها تختمر شويه كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هبدا ان انا اشكلها. هتقطعي بقى على حجم القرصه اللي انت حباها. طبعا زي ما قلت لكم في البدايه ان نوعيه القرص دي بتحتاج في التشكيل علشان تتظبط شكلها كده وتكون ملسه، ان هي بتحتاج ان انت تظبطيها الاول في التقطيع. بقطعها قطع كده على قد حجم القرصه، وبعد كده بفردها معايا على المفرش، وبعد كده بعملها كور بالشكل اللي انتوا شايفينه علشان انعم ملمس القرصه، علشان لما اجي افردها معايا تكون ناعمه وشكلها حلو، ما تكونش شكلها كده يعني مش لطيف. ببدأ ان انا افردها. تفرديها في الصينية مش مدهونة اي مادة دهنية خالص. هبدأ ان انا افردها واسيبها معايا لحد لما تختمر بالشكل اللي انتوا شايفينه. حجمها بيرتفع معانا في الصواني، وبعد كده ببدأ ان انا اشغل معايا الفرن على التسوية. بهدي النار معايا لحد لما الفرن يسخن كويس، وبعد كده ببدأ ان انا اعلي النار شوية، اخليها على 180 من تحت ومن فوق، وبلف الصواني معايا لحد لما توصل للون اللي انتوا شايفينه ده. ما بدهنهاش اي مادة دهنية خالص، لا على الوش ولا اي مادة دهنية في الصواني. دي كانت وصفة القرص النهاردة. بتمنى ان هي تكون عجبتكم. بتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. ولو عندكم اي استفسار بخصوص الوصفة يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات وهرد عليكم. وكمان لو حابين اي وصفة نعملها مع بعض يا ريت برضو تكتبوا لي تحت في الكومنتات، وان شاء الله نعملها مع بعض. بتمنى وصفتنا النهارده تكون وصفه سهله عليكم. ويا ريت لو ما اشتركتوش في القناه اول مره تشوفوا قناتي تشتركوا في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله نعمل مع بعض وصفات اكتر ان شاء الله تعجبكم. بتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم. بشكركم على متابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.